لا علم لي بعلاقة تدخين المرأة للسجائر بالشرف، ولماذا الرجل المدخن يسمح له بتشويه رئتيه بينما إذا تعاطت المرأة التدخين يصفها البعض بلا شرف. الحجاب أدب ديني عظيم جليل تشترك فيه جميع الشرائع، وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، وتركه ليس من الكبائر لأنه غير مذكور مع الكبائر. المناكير لا تمنع الوضوء. الميكانيكي المتشح بالسواد من أثر الشحم والزيت هذا عازل عن وصول الماء إلى أصل الجلد. عامل مناجم الفحم، عامل الجبس والجبصين، الدهان، صاحب اللحية الطويلة، كل هؤلاء مهما اجتهدوا لا يصل الماء إلى أصل الجلد. أريد أطمنك يا شيخ بأنه الشعب السوري اليوم لا يهمه كثيرا إن كانت المرأة تدخن أم لا تدخن. المرأة اليوم في سوريا اليوم تحتار ليس بأموال التدخين والسجائر، هي محتارة اليوم كيف تطعم أطفالها. أريد أقول لك اليوم أن ليس هم المرأة السورية اليوم هو أنه هل يوجد حجاب أم لا يوجد حجاب، لا بل هل سيوجد طعام يوم غد أم لا يوجد. أريد أقول لك أن العاملين في سوريا اليوم لا يهمهم إذا وصل الماء إلى الجلد أم لم يصل. تعرف لماذا؟ لأنه لا يوجد عمل. اليوم الشعب السوري يا شيخ الذي أنت تدعو إنك شيخ إسلام، اليوم الشعب السوري لا يهمه هذا الكلام الفاضي. الشعب السوري اليوم يريدون شخص يقف وجه بشار الأسد الفاسق الفاجر الذي سرق أموال المسلمين وذلهم في البلدان مثل ما حصل في تركيا. الشعب السوري اليوم يريدون من رجل الدين أن يتشبه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الثار الذي ثار على الحاكم السياسي في قريش الفاسد وعلى رجل الدين الفاسد الذي كان يسكن في الكعبة. يريدون محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي حرر بلال من التاجر الظالم الذي سرق أموال بلال. الشعب السوري يريدون رجل دين يقول كلمة حق. كيف ستثبت للناس أنك فعلا رجل دين وأنت لا تتبع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا لا أقول أعني بالسنة هذا اللي موجود في الكتب، لا بل أقول سلوك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلوك محمد هو سنته، سلوك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الثورة، أن يقول كلمة حق بوجه سلطان ظالم. لماذا تخالف سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل ستتوقع أن يشتري السوريين من هذا الدكان الذي تبيع به هذه البضاعة البالية القديمة لتقنعهم بأنك ستدلهم على الله سبحانه وتعالى؟ اليوم الشعب السوري يريد الناس يعطوهم طعام قبل أن يعطوهم الجنة. لماذا خذلت الشعب السوري؟ لماذا لم تتبع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ رجل الدين المفروض يكون مع المظلومين، ولكن لا أجد في ملابسك الترفة ولا في وجهك النظر أي ملامح للفقراء. هل كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيرضى أن يكون وجهه مثل وجهك وهناك الكثير من الفقراء؟ ما أعرف هل ستستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة أم لا.